تعالى كده عشان انت قسما بالله شمام ومش وش نعمة. انا حطيت له الطوق ده عمال كل شوية ايه يتخانق مع الطوق، والا لو عايز ايه يخلعه. انا يابا هخلعهولك عشان ده مش وش نعمة، انت قط شوارع شمام اهو. بصوا، هو ده اللي يعمله، يقوم حاططهولي في بقه ويقعد ايه يرازي ام اللي جابني. اوعى يابا، اوعى يابا، انت يابا مش وش نعمة، انا غلطان. حبيت اعملك نظيف وابن ناس بس برضو اللي فيك فيك. تعالى تعالى يا شمام تعالى، اوعى. ادي الطوق. وكمان عشان في ناس كتيرة بصراحة قعدت تقول لي الطوق ده ممكن يخنقه او يموته او اي حاجة. قلت لك ايه؟ طب جرب دي، جرب دي، والله العظيم غالية، والله غالية. صبحي، صبحي، خد كل دي، خد يا، خد يا ابويا، خد. والله العظيم غالية، دي غالية. انت مالكش في النظافة. حاولت اعملك قط من ايجيبت مفيش فايدة. جبت لك طوق مش عاجبك عمال تتخانق معاه. جبت لك اكل ايجيبت مش عاجبك. انا يابا انت حلالك الروس من عند الفرارج اللي جنب البيت هنا، اجيب لك روس. خلاص يابا، براحتك بقى. وحوار الطوق ده بجد يا جماعه انا اللي له برضه بصراحه، لان في ناس كتير قالت لي اللي هو ممكن يخنقه او يموته. فاللي عنده قطط يقول لي الطوق ده ممكن يموته ولا عادي.